إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم حبايبي في قناتكم قناه اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. طبعا يا جماعه بقى النهارده مش هقول لكم، انا الجو تلج فعلا. حتى مهما تطلع الشمس فالجو تلج فعلا جامد. وطبعا في البيوت او الشقق عموما مفيش شمس بتدخل خالص، يعني يمكن الجو يكون حلو في الشارع انما في البيت متلج خالص علشان طبعا مفيش شمس بتدخل. مهما نفتح الشبابيك ونجدد الهواء برده الشمس ما بتدخلش، ففي سقعه جامده قوي. فانا بصراحه ما بقدرش على السقعه ديتي، فانا قلت خلاص انا عايزه اتدفى باي طريقه. انا ما عنديش دفايه وبخاف منها بصراحه. فانا نزلت بقى، انتوا عارفين الفرن البلدي عندي بتاعي اهو. انا نزلت قلت هولع فيه طبعا تحت علشان خاطر في الفرن نفسه. وهاخد طبعا جايبه راكيه معايا اهو، او صينيه كده قديمه عندي كنت بحط فيها البط فوق. انا جبتها بقى باخد فيها يعني ده رمضه اهو من قبل كده. انا كنت بدفي نفسي برضو بجيب فيها ده الفحم قبل كده واعمله. فالنهارده باذن الرحمن قلت هعمل معاكم بقى الراكيه اللي انا هعملها ديتي، او يعني نتدفى ازاي بقى بصراحه من حاجه من ما فيش، بس يعني بقدر المستطاع اللي ما عندوش حتى يعمل. انا قلت خلاص النهارده فرصه الجو بقى، انا هنزل باذن الرحمن اولع الفرن واخد منه الفحم، هحطه على الصينيه دي واخده اتدفى بيه فوق ويدفي لي الشقه كمان. وكمان علشان اعمل عليه الشاي كمان بقى. هتشوفوا الشاي بقى اللي هو على الفحم او على الراكيه بتاعت زمان ديت، وطعمه وحلاوته ازاي بقى وشكله ايه. فان شاء رب العالمين انا هبدا باذن الرحمن هولع الفرن قدامكم اهو. اول حاجه يا جماعه انا حطيت خلاص الخشب في الفرن اهو، وهبدا بقى باذن الرحمن. انا جايبه جاز من البنزيمه، جاز اللي هو الولعه اهو، مش جاز عربيات اهو. انا هبدا باذن الرحمن اولع اهو. اهو يا جماعه انا ولعت طبعا، وحطيت ورقه كمان علشان الولعه تبقى تتولع بسرعه. وحطيت الخشب طبعا اهو، وهقعد بقى ادفي نفسي بصراحه هنا كده لغايه ما يبقى فحم. هاخد بقى منه باذن الله واطلعه ان شاء الله الشقه فوق على ما الشقه تدفى بس باذن الله كده، واعمل الشاي منه وبعدين اخرجه بره بقى. زي ما انتم شايفين النار ما شاء الله هيتي بدات بقى طبعا بتاكل الخشب اهي، وبدات تدق فيها بقى شويه كده باذن الرحمن يا رب. لما يبقى فحم هاخده بقى باذن الله يا رب كده، اخده في الصينيه اللي انا بقولها لكم دي، وهطلعها فوق باذن الله يا رب علشان يبقى في الامان بقى، وابقى كمان جنبه واعمل عليها الشاي ان شاء الله. وندفي الشقه كمان لان الشقه فوق تلج يا جماعه، تلج بصراحه. وكل البيوت كمان كلها كده السقعه السنه دي طبعا ما شاء الله، وطوبه جايه عامله اللازم. فربنا يتولانا برحمته كده يا رب كده، وما يخسرنا في حاجه يا رب. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين النار، انا هبدا بقى باذن الرحمن اطلعها بره كده باذن الله يا رب علشان اخدها في الصينيه بتاعتي واطلع باذن الله بقى ده في الشقه. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين انا طبعا بعمل بالحديده الثانيه اللي هي المطرحه الثانيه الحديد دي، بطلع بها النار اهو بحطها في الصينيه، وهبدا اخلص باذن الرحمن واطفي حوالين الفرن كده علشان ما يبقاش، يا ربنا يستر يا رب كده من الهواء ما يحصلش اي حاجه وحشه. انتوا شايفين بقى النار انا جبتها وبدفي الشقه خالص اهو، وهبدا بقى باذن الرحمن احط كمان البراد اهو. شوفوا بقى هيبقى شاي، احلى شاي طبعا اللي معمول على الراكيه دي. ان شاء الله ما اخلصها هوريه لكم باذن الله. كمان يا جماعه انا طبعا ما شاء الله انا عايزه استفيد بالدفء قوي كمان. انا بحب البخور قوي قوي، فانا كمان سايبه البراد طبعا اهوتي فيه بعمل الميه بتاعت الشاي. وباذن الرحمن يا رب انا معايا بخور اهوتي تشكيله كده، انا هبدا احطها كمان عشان شوفوا بقى الريحه بتاعتها ما شاء الله، بيبقى ريحته والدخان كمان طالع جميل. وكمان حاجه حلوه كمان للبيت، يعني حاجه حتى بتاخد الطاقه السلبيه كمان. البخور انا بحبه بصراحه جدا، فانا قلت اشغل كمان استفيد بالنار واعمل كده كمان ان شاء الله عشان نشم ريحه البخور كمان في البيت جميله ومطهره حتى يا جماعه. حلوه كمان على فكره ريحه البخور كمان حلوه للطيور، حلوه قوي قوي كمان. وريحه الشيح والحاجات دي كانت ماما الله يرحمها تقول لي الكلمه دي. فانا بقى عايزه استفيد بقى من كل حاجه من النار دي، فانا حطيت عليها البخور زي ما انتم شايفين ما شاء الله. الدخان طالع ازاي، الدخان طالع ما شاء الله اهو، وبيدفي طبعا والريحه حلوه كمان. اهو
يا جماعه زي ما انتم شايفين الميه ما شاء الله. وعلى فكره انا حاطه في الميه كمان قرنفل، لو انتم شايفين كمان اهوت على الوش اهو، ده قرنفل كده انا مقطعاه وحطاه، لان احنا بنحب طبعا الشاي بالقرنفل، وانا بحبه كمان لان كده انتوا عارفين الشاي هيتعمل على نار هاديه كده يعني يستوي براحته. وكمان طبعا احنا بنحب الشاي كشري، بس عشان هو معمول على النار دي انا هحط بقى معلقه شاي كده بس، ومش هزود اكتر من كده في البراد ده كله، معلقه واحده اهي اهو باذن الرحمن، لانها تستوي براحتها وهيبقى الشاي كده مظبوط، لان لو زودت اكتر من كده الشاي هيتقل قوي. فاللي هيبقى يعوز بقى بعد كده باذن الرحمن ممكن يزود في الكوبايه بتاعته كده باذن الله يا رب. انا بس بوريكم انا بعمل او بستفيد بالدفى ده ازاي اهو. خلاص غطيت الشاي وكده باذن الرحمن يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.